الساعة دلوقتي 5:30 الصبح. أنا دايما بقلق حوالين الوقت بتاع الفجر وبصحى أصلي وبعد كده برجع أنام تاني، بس النهاردة حسيت إن أنا عايزة أفضل صاحية، أحاول أنجز حاجة أو أقضي شوية وقت لنفسي، علشان ما بين نسيم ابني والحمل الجديد مش حاسة ان انا عندي مساحة من الوقت قوي في اليوم. حاسة ان طاقتي بقت قليلة اكتر من العادي كمان، فقلت يمكن احاول اظبط الساعة بتاعت جسمي، الساعة البيولوجية، يمكن ده يساعد شوية. وبس هقعد اعمل اديتنج اعتقد على ضوء الشموع، هاكل حاجة. انا بقيت بصحى اليومين دول حاسة ان انا عايزة ارجع، ده شيء مش لطيف قوي. مش فاكرة الحمل الاولاني كان عامل ازاي، بس تاني مرة ده مختلف قوي عن اول مرة. بحاول اتغلب على الاحساس بتاع الترجيع ده وما رجعش. لما بشرب سوائل او حتى مية على بطن فاضي بحس ان عايزة ارجع قوي، فاشرب مية يعني اللي هو سرسوبة بسرسوبة كده، وشربت بق كبير بحس انه موضوع الترجيع ده والاحساس بالترجيع ده مش لذيذ خالص. احاول اعمل شويه اديتنج، بسم الله. مش عارفه اعمل ايه تاني. كان نفسي اللي هو اصحى واروح على البحر اقعد اتفرج على الشروق، بس ما اقدرش اسيب نسيم نايم لوحده، وما قلتش لدين جوزي ان انا هروح على البحر، فمش هيكون مستعد ان هو يقوم او كده يسمع، قصدي يجري عليه لو عيط. فهرضى باللي عندي النهارده، هقعد اشتغل شويه انجز بس كده. ممكن اولع شمعة عشان اعمل لنفسي جو رومانسي. الساعة دلوقتي بقت 8:30. أنا قعدت ساعة من 5:30 لحد 6:30، وبعدين ابني عيط أو ندى عليا. هو مبقاش بيعيط بصراحة عشان هو كبر، بس ندى عليا اللي هو ماما ماما. فبعدين رحت عشان انيمه ونمت جنبه. بصراحة حسيت ان انا عايزة انام مش عايزة اقوم. بفطر عيش وزبدة قبل ما اشرب قهوة. اليومين دول ماليش نفس الاكل خالص، سبحان الله. بالعكس انا حاسة حاسة مش نفسي اكل خالص. يا رب يكون النور كويس. انا النهارده لابسه سمك لبن تمر هندي. ده بيبي. بحس ان شكل بطني غريب قوي، بحس شكلها اكتر كأن طلع لي كرش، مش اللي هو بطن مدوره كده. بحس اللي هو فيه، او يمكن اكون انا لسه في مرحله الكرش وبعد كده هتبقى اللي هو بس حاسه انه دلوقتي لما بلبس الهدوم مش بيبان اصلا انه في جوه بيبي. كاموفلاج، محدش عارف ان انا حامل. احنا هنروح ننزل المية دلوقتي، هنروح البحر عشان الجو حلو قوي، وانا عايزة انزل البحر وبس. الجو دافي وبنحاول ننزل البحر في الشتاء. شفت فيديو على يوتيوب ألهمني قوي، اسمه قومي يا بت وبطلي كسل. كان مشجع قوي، ألهمني ان انا اقوم اعمل حاجة في حياتي. شكرا للشخص اللي عمل الفيديو ده، العنوان ألهمني حقيقي. واحدة صاحبتي سابت لي الجاكيت ده، هو كبير قوي بس نسيم لابس النضاره بتاعت البحر في البيت. طلع لي مين الولد ده؟ سيما. بسم الله.
aside every empty spreadsheet line and loosen up on the grind. Simmer down, settle back. قعدت اكتب حاجات كده مهمة محتاجة اكتبها وافكار في مخي. انا جبت برضو انا بوريك كل المشتريات بتاعت القاهرة. جبت النوت بوك دي مكتوب عليها creative، لذيذة قوي. بحس ان لما بيبقى عندي نوت بوك حلوة بتشجع ان انا اكتب اكتر. انا خلصت كتابة في النوت بوك ودلوقتي هقعد احاول ما اعملش اي حاجة علشان اريح جسمي وعقلي. مش هعمل مديتيشن، مش هشغل حاجة اسمعها، مش هعمل اي حاجة. هقعد بس ابص على الشمعة اللي قدامي. عارفين كل ما بحاول ارتاح بقعد افكر في كل الحاجات اللي ورايا. في بتاع قدامي هنا محتاجة تتغسل، متوسخة، مكان مش عارفة مرنجة، او انا محتاجة اظبط ده، محتاجة اعمل ده. دايما مخي بيقعد يلف. مهم قوي ان انا اقعد مع الافكار دي بس اسمعها او الاحظها كده وهي بتعدي واسيبها تعدي، وبعدين اقعد اقضي شوية وقت مع نفسي وانا مخي فاصل خالص، مش بعمل فيه اي حاجة خالص. جاتلي فكرة بصراحة اكتبها بس مش بعمل حاجة والله برضه. والله برضه بعمل ولا حاجة. هي الافكار اللي جت فجأة اعمل ايه كتبتها. انا حاسة ان مخي اخيرا بدأ يشتغل تاني. ياي الشتا. حد تاني متحمس للشتا؟ لا انا بس. ماشي تمام. يامو. Bigger one is my brother. اه Oh yeah. كيوت اوي. مشوش عشان القطة تعرف تاكل. ماشي. قبل ما اكل القطط اكلت كونغ باو تشيكن. طلبت دليفري وقعدت اكلت او كان حراق قوي، ونسيم اكل شويه معايا وطلعوا حراقين قوي. دلوقتي اكلت القطط. حاسه ان انا انجزت قوي النهارده. عامه حاسه انه كان يوم اللي هو مليان احداث، مش احداث، اللي هو مليان انجازات. رحت البحر ولما رجعت كتبت، وكنت بساعد دلوقتي دين جوزي يعمل حاجه كده ناكلها او هم هياكلوها. انا اكلت بصراحه، انا طلبت واكلت، ما قدرتش استنى. في حد بيسالني انا ما بطبخش خالص. انا بطبخ كتير، احنا بناكل في البيت كتير، بس انا مش بصور وقت الاكل بصراحه عشان حاجتين. اللي هو لو حد بياكل بيبقى حد واقف مع نسيم، ولو انا اللي بطبخ ببقى عايزه انجز، فمش بلحق اللي هو اظبط الكاميرا واصور الزوايا بقى وياخد وقتي وكده. انا مبسوطه عامه برضو انا خدتكم معايا. انا بقى كتير قوي ما صورتش يوم كامل، اللي هو طول اليوم الكاميرا كانت موجوده معايا. موسم الشتاء الجميل. انا حاسه ان انا عبيطه شويه عامه. حاسه انا متحمسه، حاسه ان الجو في الشتاء حلو، اللي هو الواحد ممكن يقعد بره جوه بالليل، قصدي بره جوه، ممكن الواحد يقعد بره طول النهار، الجو بيبقى حلو، مفيش حشرات قوي. الايام اللي زي كده اللي يبقى فيها مثلا ريح قليله، ناموس قليل، دبان قليل، بتبقى تحفه. انا مبسوطه. النهارده كان يوم حلو. يا رب ايام حلوه كتير زي دي، يا رب يا رب يا رب. انا بحب قوي لحظات الهدوء اللي زي كده، اللي هو نسيم قاعد بيلعب وانا قاعده على الكرسي، ومفيش دوشه جايه من بره، مفيش صوت عربيات سريعه رايحه جايه، مفيش صوت نجاره ولا حداده اسمها حداده، ولا صوت ورشه جنبنا ولا اي حاجه. هدوء. مفيش صوت من جيراننا عشان بقى في جيران مزعجة شوية. مفيش ازعاج النهاردة. احنا كسبنا النهاردة ولا ايه؟ حاسة ان احنا كسبنا، حاسة ان احنا بجد كسبنا. اعتقد ان احنا كسبنا الحمد لله. شكرا ان انتوا اتفرجتوا. ده ابص. البرطمان اتكسر وعمل التلاجة. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو لحد الاخر. لو ده الاخر، شكرا على وقتكم. اشوفكم الفيديو الجاي.
سلام.